بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. حياكم الله أخواننا الكرام جميعا، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مأوانا مأواكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي الفعل وفي العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا الله كل من التحق بنا كلا باسمه ورسمه على قناة أخيكم أشرف غريب في اليوتيوب، والأحبة الكرام المستمعين معنا في جميع منصات التواصل الاجتماعي. طبعا انا بدأت الحلقة نص ساعة بدري عن ميعادها عشان يمكن اطول معاكم شوية. اذا كان البحث هتستوعبوه هنطول فيه، مش هتستوعبوه يعني هناخده كده بنقاط بسيطة. طبعا احنا متعودين عندنا في القناة احبتي الكرام حفظكم الله ان احنا بنقدم دايما المعلومات في الرد عن الشيعة الاثنى عشرية بطريقة سهلة سلسة بسيطة، نحاول نوصل بيها للعقول البسيطة، نحاول نوصل بيها بأبسط الطرق للأدلة والبراهين. لما جينا اتكلمنا في حلقة الأمس في قضية كنية المهدي أو صفات المهدي، ما لقيتش ردود من الشيعة الاثنى عشرية ولن أجد ردود من الشيعة الاثنى عشرية. وبالحق اللي اسمه عبد الله الحسيني تواصل معايا الصباح وسألت سؤال جوهري موضوع المناظرة اللي عايز يناظرها. فسألت سؤال: شيخ عبد الله انت اصولي ولا اخباري؟ كان الرد المتوقع ايه يا ترى؟ يعني انتوا كده لما تيجي تفكروا معايا لما طرحت عليه السؤال ده، يا ترى رد عليا قال لي انا اصولي ولا اخباري؟ ها تتوقعوا الرد كان ايه؟ الرد المتوقع العادي، قال لي انا اخباري في المناظرات. يعني ايه اخباري في المناظرات؟ مش فاهم. قلت له طب بس سيب كلامك عشان لما اجي اقابلك احتمال غدا ان شاء الله تعالى الثلاث في الامامه، عايزك تسمع الكلام ده للناس، ما معنى اخباري في المناظرات. تمام. اصولي في العقيده هنفهمها لما نيجي نفهم ان شاء الله. يعني من الاخر هنحاور الشيعي مزاجي على بلاطه، ولكن سبحان الله الحوزات اصبحت تخرج اشخاص بتورط المعتقد ده كل يوم كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. تمام. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين احبتي الكرام، شاركوا البث المباشر واعملوا اعجاب واشتراك في القناة، ومش عايز التكست ده يقف فضلا وليس امرا. احنا ان شاء الله بنبث اليوم بجودة فول اتش دي. تمام. عشان نشوف بس المشكلة اللي حصلت امبارح هل ممكن تحصل النهاردة ولا لا. هقف معاكم وقفة بسيطة جدا مع ابن الحسن العسكري المهدي المزعوم. لما نيجي نتكلم في قضية المهدي كده، عايز اوضح لكم حقائق مهمة المفروض يقوم عليها هذا الفكر، ومش هيكون من كلامي انا، من كلام صاحب الارشاد في كتابه اللي هو المفيد في الجزء الثاني زي ما هو ظاهر على الشاشة كده في مكتبة الشيعة، الارشاد للمفيد الجزء الثاني صفحة 342. اي واحد هيبحث عن الكلام ده هيلاقيه. بيقول ايه؟ باب ذكر طرف من الدلائل على إمامته أو إمامة القائم بالحق محمد بن الحسن عليهما السلام. فمن الدلائل على ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم. أنا بستغرب من عبارة المفيد الأولانية، وانتوا المفروض تستغربوا منها كالشيعة مش كسنة، لما بيجوا يقولوا ايه ما يقتضيه العقل من وجود امام معصوم. طب ممكن بس ناخد كده ما بين السطور؟ العقل يقتضي وجود امام معصوم، صح؟ اي واحد هيقول لي
انا مش شايف الكلام ده. واحد تاني يقول لي ربما. واحد يقول لي العقل بيقتدي. ولكن هتلاقي اللي بيقول لك العقل بيقتدي ده واللي رفض واللي قال ربما، اختلفت العقول هنا. اذا كان العقل يقتدي وجود امام معصوم، فاي عقل؟ هل عقل ادم وابنائه وذريته جميعا الى قيام الساعة، ام عقل الشيعة الاثنى عشرية فقط؟ مركزين؟ فلما تيجي تقول لي العقل يقتدي، اي عقل فيهم؟ هل عقل الانسان؟ ومعنى الانسان هنا يا اخواننا الاحبه كل البشر. طب اذا كانت القاعده ان العقل يقتدي وجود امام معصوم على مر العصور والازمنه كاملا، ومش عارف ما هو الكمال هنا، ما معنى الكمال هنا؟ طب انا عندي سؤال برضو ما بين السطور. هل المهدي محمد بن الحسن العسكري كاملا بدون الايمان بنبوة موسى وعيسى وابراهيم واسماعيل ولوط ويحيى وكل الانبياء السابقين، ام لا يكتمل الا بالايمان وهو بهؤلاء؟ ما هنا بقى انا بشوف الانسان الكامل ده، ما الانسان الكامل والكمال لله سبحانه وتعالى وحده يقتدي بالضرورة ان يكون مؤمن بكل رسول ونبي. طب انا هسأل السؤال الاصعب، هل كل من ادم وموسى وعيسى امنوا بالمهدي محمد بن الحسن العسكري لكي يكونوا مؤمنين كاملين؟ الشيعي لو قال اورطه قال لا اورطتي ليه يا عم اشرف؟ ما هو ما عندهوش الدليل يا اخواننا الاحبه ان نبي الله موسى امن بالمهدي ولا بد ان يؤمن بالمهدي. فاكرين السؤال ده انا طرحته في ايه؟ في علي بن ابي طالب. قلت هل اكتمل ايمان علي بن ابي طالب بدون الايمان بالانبياء السابقين ام بالايمان بهم؟ طب هم الانبياء هل كانوا لابد، لا ما فيش بس على التيك توك حاليا، هل كانوا لابد ان هو يؤمن تمام بهذا الامر ام لا؟ طب هل امن نبي الله موسى وعيسى وابراهيم بامامة علي حتى يكونوا مؤمنين كاملين، ام هم ناقصين في الفكر الشيعي الاثنى عشر والعياذ بالله؟ الاخوه الكرام مركزه على فكره، ما بين السطور انت تورط الفكر الشيعي الاثنى عشري ورطه كبيره. تمام؟ يعني انت كده لو قريت بس وركزت ما بين السطور هتورط هذا الفكر. تعالوا كده نكمل كلام المفيد بارك الله فيكم في كتابه الارشاد عشان نشوف كده هو ضيع وجود المهدي ولا اثبت وجود المهدي. تعالى يا عم المفيد. قال لك هنا ايه؟ فمن الدلائل ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود امام معصوم كامل غني عن رعاياه في الاحكام والعلوم في كل زمان. ودينا واقفه هنا في كل زمان. مين المهدي في زمانه؟ من هو؟ او لاش المهدي نديها بعباره اسهل شويه، من هو الانسان الكامل في زمان هذا؟ من هو الانسان الكامل في زمان هذا؟ هيقول لك الشيعي الاثنى عشري المهدي محمد بن الحسن تمام العسكري. والله بتكلم في المهدي يا استاذ اللي بتسأل عن موضوع الحلقه، يعني انا بتكلم في المهدي والغلاف المهدي والعنوان علماء الشيعة وتكذيب وجود المهدي. الموضوع عن ماذا؟ طيب عن المهدي. صح ولا مو صح؟ طيب فلما تيجي النهارده تقول لي انك انت كشيعي اثنى عشري تتفق معي او تختلف معي، هتقولي لا يا عم هو يقصد هنا المعصوم المهدي، ما هو ده امام الزمان بتاعنا. طب ما تيجي نشوف كده المفيد
وركز في كلام المفيد، اما المفيد كذاب او كذاب، ما هو ما فيش حاجه غير التالت، انه يكون برضه في التالت كذاب. ليه يا عم اشرف؟ لان المفيد بيقول يا اخواننا الاحبه ما يقتضيه العقل بالاستدلال من وجود امام معصوم كامل غني عن رعاياه في الاحكام والعلوم في كل زمان، لاستحاله، ركزوا في الكلام ده، خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده اقرب الى الصلاح وابعد من الفساد. تاني، لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده اقرب الى الصلاح وابعد من الفساد، وحاجة الكل من ذوي النقصان الى مؤدب للجناه، مقوم للعصاه، رادع للغواه، معلم للجهال، منبه للغافلين، محذر من الضلال. اللي جايه بقى دي هنقف عندها شويه. هل لعب المهدي المولود المفقود في الفكر الاثنى عشر اي دور من الادوار اللي عدها المفيد؟ لا. سرحت في ايه يا اشرف؟ انا مش سرحت، بس يا ترى انتوا بتفكروا معايا في اللي انا بفكر فيه، اللي هو ايه؟ اللي هو كلام المفيد عن الامام. يعني انت عايز تقول ايه؟ يعني انا عايز نرجع كده نعمل ايه؟ مرشدير للخلف، ونرجع للحسن العسكري وعلي بن ابي والحسن ابن علي والحسين ابن علي ومحمد ابن الحسين، اسف، وعلي بن الحسين ومحمد ابن علي بن الحسين وجعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى، لحد ما نوصل ونعدد كده معانا 10 أئمة، نحط عليهم المهدي يبقى 11 إمام. لحاجة الناس في كل زمان من إنسان كامل رادع للعصاة، مقيم للحدود، معلم للجهال، مؤدب للفاسدين. هل 10 أئمة بدون استثناء عليه قبل المهدي كان لهم هذا الدور أم لا؟ يعني انت النهاردة بالصورة الكاملة اما المفيد كذاب او كذاب او كذاب، او تقول لي المفيد صادق وادعاء الامامة وان دي افعال الائمة كذبا وزورا. ليه؟ ما احنا دايما اتعودنا اخواننا الاحبة نقرا ما بين السطور، واللي ما بين السطور بيقول ايه؟ لاستحالة خلو المكلفين. من المكلف؟ الانسان. مين تاني؟ الجان. دول المكلفين، صح؟ من سلطان، ركزوا في الكلام، بيعمل السلطان ده يكونون بوجوده اقرب الى الصلاح وابعد من الفساد. ما شاء الله، ما شفناش الكلام ده اتطبق في 26 عام. علي ما طبقش الكلام ده بعد وفاة النبي، الحسن ما طبقش الكلام ده، الحسين ما طبقش الكلام ده. طيب قال لك هنا ايه؟ وحاجة الكل من ذوي النقصان الى مؤدب للجناه، مقوم للعصاة، رادع للغواه، وابعد من الفساد، ومنبه للغافلين، محذر من الضلال، مقيم الحدود. مقيم الايه؟ الحدود، منفذ للاحكام، فاصل بين اهل الاختلاف. تمام؟ انت يا عم بتتكلم عن مين؟
انت بتتكلم ان ده حصل في التشيع فعلا ولا انت بتكذب على الناس؟ ما هي المصيبة انك انت بتكذب على الناس. المصيبة ان مفيش امام من الائمة قام بهذا الدور. المصيبة ان فكرة الانسان الكامل عندك انت مفتقدها اساسا. ده انت عندك الامام الرضا كان يجلس في مجالس المأمون وابنه، اسف المأمون، تمام، يجلس في مجالس المأمون ويقول له جعلت فداك ومش جعلت فداك. المأمون ما قالوش انت على باطل او على ضلال غير مقيمة للحدود. حتى في فتنة خلق القرآن صمت الرضا وابنه عن تلك الفتنة. يعني لما جت فتنة خلق القرآن في زمن المأمون وابنه، لقينا ان الامام الرضا سكت. تمام. طب انت سكت ليه؟ يقول لك اصل ده امر سياسي احنا ما نتدخلش فيه. ده مش هو اللي قال، كمان ده العلماء قالوا ولان الامام قال هذا امر سياسي، القرآن امر سياسي لا نتكلم فيه. لما انت تفكر كشيعي اثنى عشري كده، والمظلومية اللي انت عايش فيها 34,000 ساعة في ال 24 ساعة ما بتفهمش، انا بتكلم بجد، ما بتفهمش. بتقول اصل احنا اهل البيت مظلومين. انت اللي ظلمت اهل البيت، ما ظلم اهل البيت في المسلمين غير الاثنى عشري. والله الظالمين الحقيقيين لأهل البيت هم الرافضة الذين أعطوهم إمكانيات وكذبوا عليهم بأقوال وأعطوهم صفات خارقة، مشاركين لله في الملك، ضعفاء جبناء في نفس الوقت. من الظالم لهم إذن؟ فكر ثم تكلم. لكن لما تيجي تقول لا اصل الامامه والامام هنا مغتصب حقه ومش قادر يقوم بواجبه ومش قادر يقوم، يبقى اذا المفيد كذاب. قول ان المفيد كذاب. صح ولا مش صح؟ شوف بس الايه، نفتح التليفونات عشان لو حد اتصل. فدي النقطة المهمة أحبتي الكرام حفظكم الله في قضية قول المفيد. وما أدراك ما المفيد. نكمل كلامه. يجي المفيد يقول لك هنا ايه يا اخواننا الأحبة؟ فاصل بين أهل الاختلاف، ناصب للأمراء، ساد للثغور، حافظا للأموال، حامي على بيضة الإسلام، جامع للناس في الجماعات والأعياد. بالله عليكم، يعني أنا هقول لكم كشيعة، بلاش إحنا كسنة، شفتوا إمام نصب أمراء، سد الثغور، حفظ اموال، حافظ على بيضة الاسلام، جمع للناس في الجماعات والاعياد كده، اجتمع بهم في اعياد وفي مجموعات وابتدى يعلمهم؟ ده المصيبة الكبرى اللي هي اصلا موجودة في الفكر ده، التناقض ما بين اقوال الامام والامام نفسه. امام عاش بتقية، يفتي الناس بتقية، يعلم الناس بتقية، جعلهم هاجرين للقرآن، هاجرين للسنة. يعني هو بالاخر جاي يخرجهم من الاسلام. ودي يقول لك محبتنا، انتوا يعني عرفتوا ان ايه؟ انتوا ظلمتوا اهل البيت كشيعة، كذبتم عليهم كذب شنيع. اصل هم المخلصين، هم الذين يقولون كذا ويقولون كذا. تمام. طيب شاركوا البث يا احبه، بارك الله فيكم. النقطة بقى المهمة اللي في مربط لماذا علماء الشيعة تكذيب وجود المهدي. ما هو النهارده اساس
التكذيب اخواننا الاحبه بيبدا من ايه؟ من انك تعتقد اعتقاد وترجع تقول اصل هذا الاعتقاد هو السبيل للنجاه. مثلما انسان يعتقد ان بوذا هو المخلص. مش البوذيين بيعتقدوا ان بوذا هو المخلص؟ تمام. والاحكام البوذيه والقواعد البوذيه لبوذا اللي هو وضعها بوذا، اللي هو الرقي بالنفس الى الصفاء الكامل وتجرد النفس من الكره والبغض والحقد والحسد، دي اسمها احكام بوذيه. هل الامام بقى منع الاحكام البوذيه دي وقال للبوذا، راح لبوذا كده قال له يا بوذا انت، ما هو كان موجود المفروض في عصر بوذا، انت على خطأ، انا المفروض اقومك؟ ولا هو كان موافق لافعال بوذا؟ طب هناك قبائل احنا بنشوفها دلوقتي في العهد بتاعنا عايشه في غابات وعايشه في اماكن ما تعرفش حاجه لا عن مهدي ولا عن امام ولا عن اسلام ولا عن نصرانيه، صح؟ بنشوفها احنا في الغابات في الافلام الوثائقيه لما نيجي نتفرج عليها كده، اكتشاف قبيله في المكان الفلاني في الامازون مثلا، في المريخ، في اي مكان كان على الارض. هل الامام طار اللي خد فيل وركب وقعد يفرج للناس يقول لهم ايه تعالى افرجكم شويه كده على السماء والسحاب؟ طب هو بيفرجهم كده ما قال لهمش ايه ان القارات مثلا موجوده اسيا وافريقيا واوروبا واستراليا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، تمام، انتاركتيكا اللي هي القاره القطبيه الجنوبيه، ما قال لهمش القارات دي؟ يعني هو بيفسحهم كده الناس ما قالولوش ايه البحر ده وايه المحيط ده؟ ليه ما قال لهمش الكلام ده؟ هو بيفسحهم على الفيل الطاير. ها؟ ما انا عايز افهم. طب ليه ما نزلش اصلا في الامازون هناك وقعد مع الناس اللي هناك وقال لهم تعالوا بقى نبني احنا قاعده اسلاميه في الامريكتين، تمام، ونسميها دلوقتي، مش كانت هيبقى اسمها الامريكتين بقى، كان هيبقى اسمها مثلا ايه، بلاد الاسلام، منبع الوحي، بلاد الائمه. ليه ما عملش كده الامام؟ ما انا عايز افهم. ما هو الامام طار كل شويه يطلع يطير، قاعد فاضي يعمل ايه؟ مش لاقي حاجه يعملها. قال لهم تعالوا كده، تعالوا افرجكم، انا هكلم لكم سمكه، انا هكلم لكم البحر، انا هكلم لكم عفريت، انا هجيب لكم قرد بيطير، انا هوريكم الميه ممكن ازاي تتحول لتراب، انا ممكن احيي لكم الميت ده عشان اهله يعني اشتاقوا له يقعد معاهم شويه بعد كده يموت تاني، انا هكلم لكم جمجمه كسرى، انا هتكلم شويه مع ابليس. ما هو ابن الذين ده اللي كتب الخرافات دي على اهل البيت، بلاش ابن الذين، الملعون هذا الذي كتب تلك الخرافات على اهل البيت، ما كانش عارف في يوم من الايام ان في ناس هتيجي تقول له ازاي يا جاهل يا جويهل تقول ان هم بيكلموا الجماجم ويحيوا الاموات وهذه الامور وعاشوا مستضعفين في نفس الوقت. طب انا هسألكم سؤال كده احبتي الكرام، لو كنت تعيش في زمن المعاجز والانبياء ولا الحرف امتناع لوجوده علة، ولقيت اني واحد بيكلم السحاب والسحاب بيرد عليه، بالله عليك انت كإنسان كده عندك حق، يكلم الشجر ويكلم الانهار ويكلم السمك ويكلم الحاجات دي، هتعيش في كنفه ولا هترفضه؟ طب اللي بيكلم السحاب وبيكلم السماء وبيكلم الارض وبيكلم الحاجات دي كلها ما كانش قادر يعمل كده، يطير بني اميه من على الكرسي، يطير بني العباس من على الكرسي، يطير ابي بكر وعمر وعثمان من على الكرسي بصباع كده؟ لا، النهارده شغالين ما شاء الله موسم اللطميات شغال 24 ساعه فقط. ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وش رايك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل من معايا. معك محمد من الجزائر. مرحب بيك محمد من الجزائر، شيعي ولا سني؟ سني طبعا، سني.
اتفضل يا محمد. على كل حال، اتصلت بك يعني ليكون لأدعمك يعني جزاك يعني الله خيرا أنا اخونا محمد. يعني كيف أقول لك. قول يا طيب. آه، اتصلت بك لكي أدعمك، لكي أهنئك على ما تفعله. الله يجزيك الخير يا طيب، جزاك الله كل خير ورفع الله قدرك. وإن شاء الله سيكون هذا سبب في هداية كثير، وتكون سبب لدخولك الجنة نسأل الله بإذن القبول الله. والإخلاص يا طيب. أنا على كل حال شخص كنت معك في القلعة، مجموعة القلعة، يا الله، ده من زمان قوي، هذا من من زمان. 2014 تقريبا و2015. حوالي 15 سنة، 10 سنين على الأقل. نعم صحيح. على كل حال والله يا شيخ، تعلمنا كثير منك، تعلمنا الكثير. ربنا يحفظك يا طيب ويبارك فيك. تعلمنا كيف الحوار مع الشيعة، كيف وش هي معتقدات الشيعة. يعني أول شيء حصلنا أنفسنا من هذه المعتقدات وأهلنا على كل حال. جزاك الله خيرا. ده أهم شيء يا طيب، هو الحفاظ على رأس المال زي ما نقول كده أهم من الربح. كبير جدا. الله يديك خيرك الصحة يا حاليا طيب. كبير جدا والله. شكرا ليك يا حتى طيب. كنت أسألك على الفيس أمور ما كنت أجهلها، أنت كنت تجيبني وتعطيني الوقت. الحمد لله. جزاك الله الحمد كل لله. خير يا طيب. بارك الله فيك يا شيخ، والله يكون معك. في حفظ الله يا طيب. الله يحفظك شيخ. السلام عليكم. جزاك الله كل خير، في حفظ الله. طيب، يبقى دلوقتي اخواننا الاحبه، شكرا اخونا محمد من الجزائر، بنتكلم في القضيه المفصليه في فكر الاثنى عشريه، ان نظريه وجود الامام تقتدي ما قاله المفيد. يبقى ده الملخص كده الكامل لل 25 دقيقه وال 30 دقيقه اللي انا اتكلمت فيها. لما نيجي بقى نفتح بعد كده استدل بقى المفيد على أدلة وجود المهدي وأدلة إمامة المهدي. أنا مش عارف ليه يعني الشيعة حاولت تعمل للمهدي يعني تعظيم كبير قوي في المرويات وفي الروايات أكثر من غيره من الأئمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، اتفضل من معايا. معك فهمي يا شيخ من فلسطين، الله يبارك فيك ويسلمك يا رب. حياك الله يا فندم. شيخ الله يبارك فيك. والله عندي سؤال بسيط. اتفضل يا فندم. يا شيخ أنا والله يعني سألت هذا السؤال من قبل المشايخ، وأقول يعني أما آن لهذه الأمة أن تجتمع كلمتها؟ يعني تفرقنا يا شيخ بين، يعني أنا ما بتكلم عن سنة وشيعة الآن، لكن أنا أقول يعني الفراق اللي حاصل ما بين إحنا داخلنا كسنة. نعم. يعني هؤلاء أشاعرة مبتدعة وهؤلاء سلفيون، وهذا والله يعني ألا يدل هذا على أن الأمة تفترق؟ كمل يا طيب. فيعني هذا شيء والله يحزن القلب. والله يا طيب، يعني الجميع يتمنى، ليست الأمة فقط أن تجتمع، بل العالم كله أن يجتمع على كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ولكن يعني ما باليد زي ما بيقولوا كده ايه حيلة، ولكن نفعل كما أمرنا من الله ورسوله. ان احنا نعم. بنحاول ندعو الناس إلى الحق وبالهداية بالموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة وتبيان الحقائق، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فحضرتك يعني احنا علينا ايه؟ المحاولات، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. كلنا بنتمنى ذلك، لا احد، محدش بيتمنى في الدنيا ان يكون في اصلا صديق بيكره صديقه، وجار بيكره جاره، واخ بيكره اخوه. تمام؟ الناس كلها تعيش في محبة وفي سلام. هذه امنية يتمناها الجميع، لا شك في ذلك. نعم. ولكن هي نفوس هنا وهناك، فلعل الله سبحانه وتعالى ان يصلح الحال. يعني والله يا شيخ أنا أرى مثلا، أنا أرى يعني
انا خليني لا يعني خليني اقول ابين لك عقيدتي من النهايه. انا شيخ، انا انسان تتلمذت على يد الاشاعره، وانا انسان اشعري، وان كنت اختلف معك في العقيده، لكن يا شيخ انا احترمك واحبك واحب المشايخ جميعا كلهم والله. ولكن ارى في بعض الاخوه يعني اللي في بلدتنا والله العظيم يا شيخ انهم يعني الفرق العقائدي الكبير يعني اودى الى ان يكفر الرجل اباه وامه. الله المستعان. نسأل الله الهداية نعم يا شيخ. للجميع. والله نسأل الله الهداية للجميع. وعندي برضو استفسار يا شيخ، ايش رأيك في المناظرة اللي حصلت بين محمد بن شمس الدين وعلاء النبي؟ أجبت في حلقة الأمس والله يا فندم. أنا رجل ليس لي رأي إلا رأي واحد ذكرته في حلقة الأمس وأعيد عليك حتى لا تبحث كثيرا. تمام. علاء المهداوي جزمة لا يستحق أن يناظر طفل من أطفال الملاحدة وليس من أطفال المسلمين. بس نعم. ده رأيي يا فندم. الله يبارك فيك يا شيخ. شكرا لك يا فندم. الله المستعان. شكرا لك. السلام عليكم. هي ليه الناس عامله بروباجندا على الموضوع ده كده؟ وانا لاحظت الكلام ده حتى النهارده في التيك توك. يعني المناظره يا جماعه الخير، هي اول مناظره تحصل ولا اخر مناظره هتحصل؟ الله المستعان. السلام عليكم، ربنا يوفق الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام على شيخنا وتاج راسنا ابو احمد. حياك الله يا طيب. ياك ابو ماجد الكردي. حياك الله ابو ماجد. اتفضل. ابو احمد اريد اشكر المعممين والمراجع. اتفضل. انا اشكر المعممين والمراجع الذين حللوا الزنا للمرأة الشيعية المتزوجة وزوجها حي على قيد الحياة. نعم. واخاف واحد شيعي يطلع لي يقول لي لا ابو ماجد، لا يعني كل هاي شروط ما شروط، شرط اللي فيها يعني المرأة المتزوجة يعني يجب ان لا تقول انا متزوجة، بس هو هذا الشرط. صحيح والله. تذهب بس للرجل وتطلب المتعة وليس له الحق في ان يسألها هل هي متزوجة ام لا. انت تاج على راسنا، وربي يحفظك لنا، ربي يحفظك لنا، ربي يحفظك لنا ابو احمد. الله يديك الصحة اخويا الحبيب. جزاك الله كل خير ابو ماجد. شكرا ابو ماجد. عرفتوا اخواننا الاحبه بارك الله فيكم ان هؤلاء للاسف ما عندهم شيء طيب. بس تعقيبا على نقطة مهمة، اخواننا الكرام دايما ما تدوش المواضيع اكبر من حجمها. يعني انا ملاحظ كده ان في بعض الاخوة بيدي مواضيع اكبر من حجمها، وللاسف دايما بقول ان الجمهور بيكون السبب الرئيسي. خلي بالكم يا جماعة الخير، وبقرر عليكم الجمهور قد يكون السبب في انهيار انسان وقيام انسان، الا من رحم ربي. بمعنى صح، انت النهارده كجمهور بتحب مثلا المناوشات والامور اللي هي فيها صد رد، فبيلاقي مثلا المحاور ان الدنيا عنده لانه مش موجود مثلا العدد الكبير، لا انا هبتدي اخش في صد الرد زي فلان او صد رد زي علان عشان اجذب جمهور، فانت بتكون السبب في كده. كذلك مثلا انتوا سؤالكم الكثير المتكرر عن المناظره ورايك في المناظره، رايك في المناظره، انتوا سبب البلبله برضه، ما تزعلوش مني، انتوا سبب البلبله دي، ما تسكتوا خلاص. يعني النهارده ما ناظر كثير من العلماء في قديم الازل وفي الوقت الحاضر وفي المستقبل سيكون ايه السبيل، ايه رايي هيقدم ايه. هي حصلت مناظره وخلصت، تمام. زي واحد يجي يقول لي ما رايك في فعل الصحابي، انا اقول رايي، ما الفعل حدث، ولكن ماذا قال اصحاب الصحابي في هذا الفعل مثلا، تمام.
زي واحد كده بيتفرج على مباراه يقول لك ايه رايك في نتيجه المباراه؟ يا عم النتيجه خلصت والمباراه خلصت وعرفنا الهازم من المهزوم. رايي هيرجع المباراه؟ ولكن من الافضل امسك سماعه التليفون كده، اتصل بصديقي اللي انا شايف مثلا انه كان ضعيف في كذا او في كذا، يا فلان لو سمحت منك خدمه، خلي بالك من النقاط 1 و2 و3 و4، والله انا انصحك لاني احبك في الله، وخلص الموضوع. يا عم انا بكرهك، مش عايز انصحك، يبقى اسكت خلاص. يعني انت لو بتكره واحد ومش عايز تنصحه، خلاص اسكت. والله احسنت يا ماسي، صحيح. ما معنى ميم 3 37؟ طيب معنى ميم 3 الموسم الثالث، تمام؟ حركة 87، يعني الحلقة 87 في الموسم الثالث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير استاذ اشرف، شلونك؟ الحمد لله يا فندم. معك حمد من الكويت، سلمي لله الحمد. حياك الله اخونا حمد. الله يحييك. كافي بس هذه الطلة الجميلة، والله اشتقنا للبثوث استاذ اشرف. اشتاقت لك الجنة. انا بس حبيت يعني اسلم عليك واطمن عليك. الله يديك ومشكور الصحة. على المواضيع هذه. بس انا عندي لك طلب بسيط جدا، يعني تفضل إذا يا فندم. تسمح طبعا. هو طلب ممكن تسمعه غريب، تفضل يا فندم. لكن انا من زمان عن جملتك اللي انت تقولها حق الشيعة، استخدم عقلك فهو مجاني. نعم. اي شيعي يدخل عليك يعني تحسه مو مضبوط، يا ريت تقول له الجملة هذه. ان شاء الله ابشر يا الحبيب، ما طلبت غالي يا اخويا حمد. تسلم استاذ اشرف. سلمك الله من كل غد يا طيب، جزاك الله كل خير. هو لو الشيعي يستخدم عقله ما كناش لقينا. يعني خدوا بالكم من ضمن الامور اللي الواحد بيستغرب منها، يعني سبحان الله، يكون مقطع مثلا بنرد فيه على قضية مثلا العصمة، مقطع اللي هو الدقيقة الشورت ده، الاقي رد شيعي بيشتمني انا. طب يا عم الحاج، ما احنا بنتكلم في مثلا في موضوع العصمه، هو الشيعي سالني سؤال في العصمه وانا رديت عليه في العصمه، انقض ردي مثلا. طب انت بتشتمني ليه؟ طب انت داخل تتكلم مثلا عندك مثلا فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل ليه في التعليقات؟ تحسوا يا جماعه الخير ان احنا بنتكلم مع عالم، يعني بصوا مش بشر طبيعيين، دول بشر متاخرين عقليا. طب بلاش انا كلامي، خش اقروا التعليقات دايما اللي بيحطوها على المقاطع، وشوفوا هل عنوان المقطع في الشورت بالذات، عشان ما تعبكوش، عنوان المقطع يدل على الرد اللي بيرده ولا حاجه مختلفه تماما 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 عن المقطع واللي بيدور فيه. الله المستعان. فلما تيجوا النهارده انتوا عايزين تطلبوا من هؤلاء، والله صحيح يا اخويا حمد، ان هم يستخدموا العقل فانه مجاني، هم ركنوا العقل حاليا. يعني لما تيجي النهارده، يمكن انا قلتها، اول ما ضعف للدين الشيعي الاثنى عشري هو نظريه الامامه والاستمرار في الامامه في كل زمان. صح ولا مش صح؟ يلا يا شباب، سمعونا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فضلا وليس أمرا. اتصالات متاحة للشيعة ولأهل السنة لمن أراد الاستفسار عن أي أمر. بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. بس احنا عندنا ايه؟ عندنا على فكرة مشكلة في اليوتيوب. ايه هي المشكلة؟ انا معرفهاش، بس واضح كده ان في بلاغات شديدة جدا على القناة، مأثرة تأثير سلبي جدا من أمس. يعني مع عودة البث المباشر ابتدت البلاغات تزيد، فكله صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله. تيجي تتكلم
معاهم عن المهدي زي علي القراني كده الذي هلك منذ ايام. احبتي الكرام، فكرتم عمل حلقات اسمها عصر الظهور. عصر الظهور، وابتدى يتكلم مع الشيعة، والمفروض تعملوا بقى في جيش المهدي كذا، والمفروض تعملوا في كذا، وإيران تعمل كذا، والقوات الأمريكية واقفة في البحار مستعدة، لدرجة إن هو نفسه صدق الكذبة، والشيعة اللي وراه صدقوا الكذبة، وكانوا بيرددوها علينا من أيام البلتوك. شوف الجيش الأمريكي واقف في الخليج مستني ظهور المهدي، والنووي مش عارفة في كوريا مستني وجود المهدي. إيه يا عم الحاج في إيه؟ يعني رجل اصلا خارق للعاده، لا هيأثر فيه نووي ولا هيأثر فيه جيوش، ومن الاخر مش لاقي فيكم 313 رجل مؤمن عشان يخرج. التناقض اخواننا الاحبه ما بين اقامه الحدود عنده، اقامه الحدود عند المهدي، وانه يخاف القتل، وانه الامام القائم بالاعمال رادع للناس رادع للباطل. ايه التناقض الرهيب ده؟ زي بالظبط كده نقول لك ايه، انا ما بخافش وبخاف، انا بحب وما بحبش. ده اسمه التناقض، صح؟ الحاجه وعكسها. انا ما باكلش وباكل، انا ما بشربش وبشرب. المهدي ما بيخافش وخايف. والله يا اخوانا انا احب يعني تحسوا كده ان الراجل ده عنده ايه؟ عقم. هو طبعا مش موجود عشان نقول عليه موجود، بس هنقول يلا على نظريه وجود هؤلاء. عنده عقم في التفكير، وعقم في التدبر، وعقم في الفعل. خايف ما بيخافش، شجاع جبان، قوي ضعيف، مقيم للعدل، محتاج جيش. هو الناس اللي محتاجها لك ولا انت اللي محتاج للناس؟ وانت عايز ايه بالظبط يا عم الحاج عشان تطلع وتظهر؟ يعني ايه اللي انت بتدور عليه عشان تطلع وتظهر، عشان يبتدي الناس تظهر لك وتتكلم معاك وتقول لك عمو المهدي جه، عمو المهدي راح، عمو محمد جه، عمو محمد راح. يعني بابا نويل ليه فايدة عنك يا عم الحاج؟ يعني بابا نويل اللي احنا بنشوفه ده بيطلع كان يركب اسمها ايه، الغزلان، صح كده؟ كان يركب الغزلان. اخواننا اللي احب بارك الله فيكم في افلام الكرتون كده، يروح يوزع الهدايا على الناس. ليه فايدة عنك؟ هو بيفرح العيال في افلام الكرتون، لكن انت عملت ايه تستحق عليه اصلا المقام ده كله؟ يعني اديني حاجة كده انت عملتها. لكن اخواننا الاحبه نلاقي ان مفيش حاجه بيعملها. تخيلوا ان المهدي اصلا ما رضعش من امه. انتوا عارفين الكلام ده ولا مش عارفينه اخواننا الاحبه بارك الله فيكم؟ يعني انا لما قعدت مع نفسي كده كنت مره اقرا في قصه حياه المهدي في كتب الشيعه. المهدي ده من ساعه ما اتولد اتخطف، الملائكه خطفته من ابوه، وما ظهرش تاني ابدا ابدا ابدا. هو بيقول لك ظهر مره في عهد السفراء واختفى. يعني المهدي اتولد غاب، رجع يوم مات ابوه غاب، رجع في عهد السفراء غاب. تمام؟ طب مين اللي رضع المهدي؟ انا بسأل السؤال ده كده بدردش معاكم فيه. مين اللي رضع المهدي واكله وشربه وكبره؟ عمركم فكرتوا في الامور دي عند الشيعة؟ طبعا الشيعة مش هتفكر، تقول لك ده مش محتاج ياكل ولا يشرب. لا بجد بجد بجد، هو ليه ما رضعش من امه اللي هي الخرافة اللي اسمها نرجس؟ طب الحسين ايضا خدوا بالكم من التساوي في الامر. الحسين بن علي ايضا لم يرضع من فاطمة. ليه؟ تعرفين ان احنا ممكن نحط آلاف الالزامات في موضوع عدم رضاعة الحسين من فاطمة والمهدي من امه؟
بجد والله. انت ممكن تحط الزام، هل كره الحسين لبن فاطمة ام كرهت فاطمة ارضاع حسين؟ ده الزام لوحده. هل كره المهدي ان يرضع من نرجس لانها ليست بمسلمة؟ على ميزان الشيعة بقى. تعالوا انا جه في دماغي الزام حلو قوي، هو بعيد عن الموضوع شويه بس هو جه في دماغي دلوقتي. لما اجي احط كده نقطه، اخواننا اللي يحب بارك الله فيكم، اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم، من هي مرضعة النبي في الفكر الشيعي حتى والفكر السني؟ ها، من هي مرضعة النبي؟ يلا جاوبونا يا شباب، انتوا ما تناموش معانا. من هي مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يلا، مين؟ حليمة، صح، حليمة السعدية. هل كانت مسلمة مؤمنة عندما رضع منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب خدوا الأصعب، خدوا بالكم. بصوا، ينهار الفكر الشيعي بأسئلة بسيطة. طب النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين ان لما بيشب العيل كان في مكة، بيخرجوه خارج مكة حتى يتقن اللغة العربية ويتعلم الامور الكثيرة، صح؟ وعند الشيعة برضه موجود الكلام ده في السيرة، ان النبي خرج من مكة، تمام؟ صح كده؟ هو مش المفروض عند الشيعة النبي معصوم عصمة مطلقة؟ ليه خرج من مكة لكي يتعلم اللغة العربية؟ وحتى آسف يعني حتى لا تختلط لغته العربية بلغة أهل مكة من الحاجين غير العرب. ماشي يا أخونا، ماشي. هي الثانية في الرضاعة حليمة، ولكن الأساس المكتوب هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان يقول لك دايما الشيعي ينبت الانبياء ولحوم الانبياء من طاهر في طاهر في طاهر، تمام؟ طب ما الكلام ده ينطبق في الاكل وفي المشرب وفي كل شيء، ولا انا غلطان في النقطة دي؟ ما هي بقى هنا الإشكالية الكبرى بقى. لذلك أحبتي الكرام، هي بس الطقطقة البسيطة على الفكر الشيعي الاثني عشري، هي دي النقطة المهمة جدا 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 في إثبات هذا الفكر أو ضياع هذا الفكر. تعالوا كده. طبعا انا ما كنتش راضي اخش التيك توك من البدايه عشان ما يضيعوش علينا الدرس بصراحه، يعني عشان ما يضيعوش علينا الدرس، لان انتوا عارفينهم هناك ما شاء الله اساتذه، لو احنا فتحنا الدرس كانوا ضيعوه في ثواني معدوده يعني. ولكن هندخل لهم دلوقتي ونبتدي نطرح عليهم السؤال. ليت كل من جاز الشيخ ان ياخذ منه. لا والله انا على قد يا اخويا ماسي، الله يحفظك ويبارك فيك. ولكن احنا بنتكلم، شوفوا بس كده بدون بقى الدخول في التفاصيل. وعايز ادي نصيحه مهمه جدا يا اخواننا الاحبه بارك الله فيكم. ما تخشوش دايما مع الشيعه في تفاصيل كتيره، ما يستحقوش والله انك تتكلم معاهم في تفاصيل التفاصيل. هتتعب نفسك على الفاضي ومش هتستفاد منك شيء.
اللي هو بس المستفيد الوحيد ان هو يرمي شبهات عليك. طيب سؤالنا، احنا فاكرين سؤالنا اليوم كان ايه يا اخواننا الكرام؟ بارك الله فيكم. ها، فاكرين سؤالنا اللي احنا سألنا ايه كان ايه؟ طيب هل المهدي في الفكر الشيعي الاثنى عشري كامل بإيمانه بنبوة عيسى وموسى وإبراهيم، أم إيمانه يكمل بدون هؤلاء؟ ثانيا، هل أقام حدا من حدود الله؟ وده السؤال المطروح. وأما أن يكون المفيد كذابا. تعالوا كده شوف مين معانا. شيخ أسامة. السلام عليكم. شاركوا البث يا أحبة، جزاكم الله كل خير. شاركوا البث. هل المهدي في دين الشيعة كامل؟ نعم، هو ده السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ أشرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ أسامة. سامعني؟ سامعك. النت عندي بطيء خالص. حياك الله يا حبيبنا، الله يبارك فيك. إنذارك ما تدفعش الخمس يا شيخ الله أسامة. يا حبيبي. حياك الله يا طيب وربي يبارك فيك. حياك الله أختنا بنت الهرمون. السؤال المطروح، هل المهدي إيمانه كاملا أم ليس إيمانه كاملا عند الشيعة الاثنى عشرية؟ بس هو ده السؤال. بسم الله. يلا يا شيعة، مين عنده إجابة؟ والله ما هيجاوبوا على الحلقات دي يا اخواننا الاحبه، ولا يتجرأوا يجاوبوا عليها او يردوا عليها. دول عايزين تهريج، فاهمني؟ لكن يتكلموا في حلقات هتدخلهم في مشاكل، لا. يجي يصطدق النهارده زي ما يجي يتكلم معاك كده في قضيه التوحيد، يتكلم معاك في قضيه الاسماء والصفات فقط، نسي توحيد الالوهيه والربوبيه. في الصحابه يجي يكلمك في الخلافه، لكن يتكلم في اصول عقيده ما بيتكلمش في اصول عقيده. طرحنا سؤال هام جدا وفي موضوعنا اليوم، ارجو ان يكون اولا الجميع استفاد منه، بغض النظر هناك اتصال شيعي او يوجد اتصال شيعي، مش دي القضيه. القضيه النهارده ان احنا نفهم احنا رايحين فين وجايين منين. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل معايا. وياك أبو الحسن. شيعي ابو الحسن؟ نعم. عندك اجابه عن سؤالنا؟ لا، عندي سؤال. عندك ايه؟ عندي سؤال. سؤال في المهدي؟ اتفضل. لا. في امك نرجس مثلا؟ مش هو ده الواد بتاع امبارح اللي اسمه منتظر؟ صح؟ مش هو نفسه؟ هو نفسه صح؟ سبحان الله.
هو اصلا الواد دعم بالبتاع اللي اسمه مخرة، اللي داخل امبارح واستعرض في عرض ام المؤمنين وعائشه رضي الله عنها. ابو عبد الله اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله شيخنا الغالي. حياك الله ابو عبد الله. بارك الله فيك. شيخنا الغالي، عند القوم عندهم احراز الامير الامير علي بن ابي طالب او احراز الائمه. الاحراز هذه بحار العروار تحتاج الى 70,000 مترجم من جميع اللغات حتى يفهمها الناس. نعم عملنا حلقة عنها يا طيب، عملنا حلقة عن الأحراز التي يتحدث عنها الشيعة هذه، تمام؟ وقلنا كيف أن الشيعة الاثنى عشرية تدعو إلى السحر والشعوذة، ولكن مش موضوعنا اليوم أبو عبد الله، جزاك الله كل خير يا طيب. بارك الله فيك. أنا كنت معاك من أيام التلفزيون فأحبك بالله. أحبك الله يا حبيبي، شرف لينا يا طيب. جزاك الله خير. الشيعي سابقا طبعا. الحمد لله الذي هداك للحق. حياك الله ابو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. شنو السؤال حلقة؟ هل المهدي كامل الإيمان بدون إيمانه بنبوة عيسى وموسى وإبراهيم؟ ما سمعت ايش؟ هل المهدي عندك إنسان كامل الإيمان بإيمان؟ نعم أكيد كامل. هل يكتمل إيمانه بالإيمان بجميع الأنبياء أم لا؟ هو مكمل للأنبياء. نعم. يعني أكيد يعني هو الأنبياء كلهم يعني عندهم علم، فهو أكيد عنده علم. أنا لا تكشف العلم. يعني هل آمن المهدي بنبوة عيسى؟ نعم آمن. إذن اكتمل إيمانه بالإيمان بنبوة عيسى. هل إيمان نبي الله عيسى كامل أم ناقص؟ النبي عيسى هو جاء كامل يعني. ممتاز. هل اكتمل إيمان نبي الله عيسى بدون الإيمان بالمهدي أم الإيمان بدون المهدي؟ هل اكتمل بدون إيمان المهدي؟ اكتمل إيمانه دون أن يؤمن بالإمام المهدي أم إنه لم قفل الخط؟ والله قفل الخط. سبحان الله. سبحان الله. مش بقول لكم هو السؤال صعب؟ ها؟ مش بقول لكم السؤال صعب؟ وانا الاحبه بارك الله فيكم. عشان كده احنا هو بس ايه، اسئله محركه للعقل. مش عايزك ترد كشيعي عليها، صدقني انا عايزك بس تفهم كشيعي، والله عايزك تفهم انا ليه قفلت الخط وما ردتش، انا ليه ما عنديش محاورين ترد على السؤال ده، انا ليه كل تهريج في تهريج وسب في الصحابه وسب في زوجات النبي، ليه؟ انت لو فكرت في النقطه دي هتقول فعلا انا لماذا انا 12؟ وهذا الاشكال عندك يا فندم. تقية جي جي اسمه كده. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل مين معايا؟ معك علي. شيعي؟ اي نعم شيخ. سمعت سؤالنا ولا ما سمعت سؤالنا؟ ما سؤالك، بس قبل سؤالك مرضعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي آمنة بالتوهب. بس حبيت أجاوبك على هذا السؤال. ومن مرضعة المهدي؟ طيب أما سؤالك علي
مرضعات المهدي لو مرضعات النبي انتقدت. انا سالت عن مرضعه النبي ثم سالت سؤال اخر ما جاوبتش انت عليه. مرضعه المهدي من؟ نرجس. دليلك. هي امه. دليلك. دليل واحد. مثل ما آمنة هي أم النبي مرضعة النبي، فنرجس هي لا والله يا فندم، نرجس لم ترضع المهدي يوما، لانه مجرد ما خلفته اخذته الملائكه في الروايات واختفى عنها، فما تقولش رضعته. ده رقم واحد. رقم اتنين، الان خلينا في السؤال المفصلي بتاع الحلقه عشان ما تتوهش مني بعيد. هل المهدي ايمانه كاملا لانه امن بنبوه موسى نبي الله موسى؟ اولا دي ما نسمعش بعدها اجابه. لم يكمل حتى خروج المهدي. اسمعني. الايمان لم يكمل حتى ظهور المهدي. لا يكمل الدين اذا كان الشخص مختفي. يعني احنا ديننا ناقص حاليا؟ عندما يظهر الشخص يكمل الدين كله. يعني احنا ديننا ناقص حاليا؟ الدين كامل. امال حضرتك بتتكلم فيها يا فندم؟ واحد مختفي هسه. انا بسألك سؤال الله يصلح حالي. هل المهدي انسان كامل؟ شخص مختفي حاليا. هل المهدي انسان كامل ام ناقص عندك؟ انسان كامل من ناحيه شنو الكمال؟ كاملا انسان مولود عايش الان كاملا ليس به اي نقص. اتفضل. اي نعم. هل هو كاملا لانه مؤمن بجميع الانبياء ممن سبقه ام لا؟ هو كامل، دينه كامل، بس عندما يظهر يكمل الدين كله، يعني بظهور. يا عم ركز الله يصلح حالي في السؤال. انا بكلمك على شخصيه المهدي. المهدي ده انسان كامل ولا ناقص الايمان؟ هو حاليا عايش كامل ام ناقص الايمان؟ الايمان كامل. ممتاز. هل امن بجميع الانبياء ممن سبقه؟ طبعا يامن بهم. هل نبي الله موسى مات مؤمنا كاملا ام ناقصا؟ كل الانبياء مكملين الدين. مش بتكلم في الدين، انسان كامل مات مؤمنا. نبي الله موسى مات كاملا ام ناقصا؟ ناقص الدين ام كامل الدين؟ كاملا. هل كان كاملا بإيمانه بالمهدي أم بدون إيمانه بالمهدي؟ لا، بدون إيمانه بالمهدي. الله أكبر ولله الحمد. كيف بقى يكون المهدي عندك أفضل منه وهو اكتمل إيمانه بدونه، وهذا لا يكتمل إيمانه إلا بالإيمان بنبي الله موسى؟ هذا نبي وهذا إمام، يعني لا تقارن الإيمان بالنبي. من الأفضل؟ أما بعض النبي، أكيد النبي أفضل. الله، يبقى أنت مش شيعي اثنا عشري بقى يا فندم. الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية تدعي أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء. أنا إنسان معتدل أستاذ أشرف، ما لي شغلة اللي كل من يحكي بكيفه وعنده دين بكيفه. انا انسان معتدل. ما هذه المشكله اللي بنقابلها. انا من اتكلم هذا دين استاذ اشرف. طب ما هو الدين ده يا فندم اللي هم الغير معتدلين دول نعمل معاهم ايه؟ اللي هم دلوقتي بيمثلوا السواد الاعظم في الفكر الشيعي الاثنى عشر. جادلهم بالتي هي احسن. يعني ما هي التي هي احسن بالنسبه لك يا فندم؟ انت شخص وانت واحد من الناس لو دخلت وقلت لهم الكلام ده هيرد عليك ويقول لك ايه يا فندم؟ يردون ما يردون، انت تسمع جميع ردود الان هسه. هو كل واحد يعني انا عايز افهم بقى دينكم فين في الاعتدال وفين في الانحراف؟ يعني لما دلوقتي عشان برضو الناس تفهم يا استاذ علي، انت بتقول انك شيعي معتدل وهذا شيعي منحرف. طب الانحراف جه منين يا فندم والاعتدال جه منين؟ مش من الكتب نفسها والمراجع نفسها؟ لماذا هذا انحرف ولماذا هذا اعتدل؟ تتبع عقلية الانسان استاذ اشرف. يعني الانسان المثقف عندما يقرا الكتب ويقرا القران راح يتثقف
ويصير عنده فكر واعي، انما يظل تحت المعمم، والمعمم يحشب عقله ويدرس راسه شو اسمه تفكيرات فكريه او تفكيرات كفريه وشركيه، هذا راح يظل جاهل طول العمر. بس انما اذا يقرا القران انت شيخ انت شيخ معمم يا استاذ علي ولا انسان عادي؟ نعم. انت شيخ شيعي ولا انسان عادي؟ لا، انسان عادي. والله انت الوحيد اللي استخدمت العقل الذي هو مجاني، فنسال الله ان يهديك الى الحق. شكرا لك يا علي. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل من معايا. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا فندم. عبد الله من العراق. شيعي ولا سني يا عبد الله؟ شيعي. يقول الشيخ المفيد عندك في الكتب ان الامام المهدي، تكلم عن الامام المهدي ونظريه وجود الامام المهدي، انه امام كل زمان، مقيم للحدود، حافظ للدين، حافظ للشرع، رادع للناس. هل فعل المهدي اي امر من هذه الامور التي تحدث عنها المفيد في دور الامام؟ لدي سؤال ممكن؟ لا مش ممكن يا فندم. لماذا؟ كده عشان احنا عندنا موضوع الحلقه في المهدي. عندك رد؟ اتفضل. يعني لا ممكن لا تسأل؟ لا يا فندم، لما نفتح اسئله تطرح سؤالك ما بنشوفكوش بصراحه. في المواضيع الحساسه بنشوفكم بس. اطرح ما عندك. ما انا طرحت ما عندي. ادي السؤال لنا. هل المهدي افضل ام الانبياء افضل منه؟ المهدي عجل الله. ممتاز. المهدي عندك افضل من جميع الانبياء، صح؟ نعم. طيب نبي الله موسى عارفه؟ نعم. هل مات مؤمنا كامل الايمان ام ناقص الايمان؟ نبي الله موسى مات كامل الايمان ام ناقص الايمان؟ كامل الايمان. هل امن بالمهدي عندك؟ لم يذكر موسى عليه السلام في زمن الامام المهدي. ممتاز. هل المهدي امن بموسى؟ نعم. يبقى اذا من يكون الافضل، الذي امن ام الذي لم يؤمن؟ غير موجود في زمن. رد يا فندم، رد. لا ليس موجود في زمن. يعني ما هو اصلا كده ليس موسى موجود في زماني انا ايضا، ولكن لكي يكتمل ايماني لابد ان اؤمن به، ولكن اكتمل ايمان نبي الله موسى دون ان يؤمن بالمهدي عندك. فمن يكون الافضل؟ من الافضل ان ابو محمد ام موسى؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضل بخمس. تمام؟ فضل بخمس. ممتاز. فضل بايه؟ بخمس. نعم. قال فضلت على الانبياء بخمس، ارسلت للناس عامه وارسل كل نبي لقومه خاصه. ممتاز. مسرت بالرعب مسيره شهر. كذلك في القول اللي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فحضرتك هذه التفضيلات للنبي صلى الله عليه وسلم بخمس امور، وفي روايه بست امور. ولكن انا بكلمك دلوقتي في فكرة الشيعة لم تدعي ادعاء باطل وتقول ان علي افضل من جميع الانبياء، لان الانبياء ذرية بعضها من بعض لدينا. تمام؟ احنا ده ديننا وعقيدتنا. الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اسمع يا استاذ، هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ده قول الله في القرآن. حضرتك فضلت المهدي على جميع الانبياء. ممتاز. ازاي بقى تفضلوا؟ الامامه من النبوه. ايه يا حبيبي؟ الامامه ام النبوه افضل؟ يعني ايه الامام ام النبوه افضل؟ احنا عندنا اعلى مقام النبوه. لماذا الله اعطى الى النبي ابراهيم الامامه؟ ده في معتقدك انت ولا في معتقدي انا؟ في اي معتقد؟ لا والله يا فندم، حضرتك في تفسيرك يختلف عن تفسيري. انا اعتقد ان الامامه التي تحدث عنها الله لنبي الله ابراهيم ان يكون قدوه للناس ويقتدي الناس بافعال نبي الله ابراهيم التي علمه الله اياه. تمام؟
فهناك كثير من الأمور تسير الناس فيه على سنة نبي الله إبراهيم، وتلك إمامته التي يتحدث عنها القرآن، الطواف والسعي وكل هذه الأمور التي علمها الله نبي الله إبراهيم، قص الأظافر وأمور برضو كثيرة تحدث عنها أهل العلم من الإمامة التي متبع في نبي الله إبراهيم. أما أنت الإمام عندك ده منصب إلهي، أنا لا أتحدث أن الإمام منصب إلهي، أنت بتعتبره منصب، أنا لا أعتبره منصب، فأنا بسألك باعتبارك أنت أنه منصب. فهمت حاجة؟ قفل الخط. وفي كله بيقفل الخط ليه؟ يا ترى هل الشيعة استخدمت عقلها معقولة؟ يعني هل معقول الشيعي ممكن يكون استخدم عقله عشان كده قفل الخط؟ سبحان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل معاي. أنا معك المعلم الأسود. المعلم الأسود أخو النمر. تستطيع أن تثبت أن مهدي السنة مختلف عن مهدي الشيعة؟ أنا أستطيع. مهدي الشيعة مش السنة اسمه محمد بن عبد الله، مهدي الشيعة اسمه إيه بقى حضرتك؟ حديث ضعيف عندك. ضعيف؟ إيه. يعني اسمه يوافق اسمه واسم أبيه يوافق اسم أبيه، حديث ضعيف؟ حديث ضعيف. مين ضعفه يا فندم؟ تستطيع مين ضعفه يا فندم؟ مين ضعفه يا فندم؟ ضعيف. مين ضعفه؟ مين ضعفه؟ ضعيف. أتحداك توثقها يلا أمام الناس. طيب شكلك كده بشخة طالما طلعت وتقول لي ضعيف ضعيف ضعيف، تمام؟ وأتحداك توثقه. طيب مين ضعفه يا فندم؟ أتحداك توثقه. اللي يطلع يتكلم بالأدلة، ما يطلعش يعمل نفسه إيه؟ عبيط. الله يصلح حالي وحالكم. في انتظار إجابات الشيعة. وأن الأحبة بارك الله فيكم. الراوي عبد الله بن مسعود، المحدث الألباني، على الشاشة. اخواننا الأحبة بيقول لك حديث ضعيف، اتحداك توثقه بس عشان اوري للإخوة، عشان لا يشك الإخوة في أن لا تقوم الساعة رجل من أهل بيتي يوطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأ الأرض قسطا وعدلا. الراوي عبد الله، المحدث الألباني، صحيح المورد، خلاصة الحكم، حسن صحيح. شكرا لكم يا أحبة. السلام عليكم. أيها الناصبي وهابي. ألو السلام عليكم. شكرا يا حيدر. خش الحظر. احنا بس بنوضح لكم نقطة مهمة يا اخواننا الأحبة بارك الله فيكم. ما تتحدوش تاني. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ يعني هذا الحديث اللي ذكرته صحيح بأنه اسمه يواطئ اسمي؟ حضرتك سمعت الحديث ولا ما سمعتش الحديث؟ نعم. طب خلاص. أنت لو كنت معاه من شوية باسم العالم الأسود؟ لا الآن ثبت أنه هذا الحديث صحيح بارك الله بك. هل هذا المهدي هو من سلالة علي بن أبي طالب؟ لا وحضرتك بس انت خليك معايا، انت اللي كنت طرح السؤال انت بتسجل، بس لو بتسجل وطي الصوت عندك عشان اللغوشه دي. نعم تفضل. ايه يا عم صوت البحر ده؟ استاذ اسف يعني بس تحملنا شوي، الجهاز تعبان، الجهاز عطلان. لا انت بتسجل يا فندم، فعشان كده المشكله عندك بتسمع من جهازين. لا الجهاز عطلان استاذ، جاي اقول لك الجهاز عطلان. طب خش من الجهاز الاولاني. ها؟ شلون؟ اخفض الصوت عندك شويه. يلا خفضت الصوت يلا. سأل صاحبك ما الفرق ما بين مهدي الشيعة ومهدي السنة، صح؟ فقلت له الاختلاف في الاسم. كده؟
نعم نعم. ممتاز. عندنا سؤال بقى في المهدي، وهو هل أقام المهدي منذ أن ولد حدا من حدود الله عندك؟ أقام؟ أستاذنا الغالي، مهمة الإمام المهدي تبدأ حين يأذن له الله عز وجل بالظهور، بعد أن تملأ الأرض ظلما وجورا فعليه أن يملأها قسطا وعدلا. إذا هو ليس إمام زمانك، صح؟ لا، إمام زمان. إزاي بقى؟ يا عم إزاي؟ بأن يبقى، اسمعني أستاذ، هذا الإمام ملزم بأن لا يظهر إلا بإذن الله في آخر الزمان. يا أستاذ الله يصلح حالي، الله يصلح حالي، الله يصلح حالي، بعد إذن حضرتك والله وبالله وتالله لو جبت لي دليل من روايات الشيعة أن الله غيب الإمام تمام لآخر الزمان وهو الذي غيبه الله، أنا أعلن تشريعه وغلق قناتي. عندك دليل؟ لكن تألف من راسك لا. لماذا تلقبه اسمع يا أستاذ، لماذا تلقبه بإمام زمان ولم تقم له إمامة أساسا إلا زي ما أنت بتقول كده له زمن خاص؟ كيف يكون إمام زمان أبوك وجدك وجد جدك أصلا وهو لم يكن له حد من حدود الله؟ فكيف يلقب إنه إمام؟ أستاذ أشرف، عندنا غاب الإمام وعندك لم يولد إلى الآن. مش موضوعي دلوقتي يا فندم، مش موضوعي يا فندم دلوقتي. أنا لا يتوقف عندي أحكام شرعية في وجوده أو عدم وجوده، تمام؟ أنا الدين عندي كامل في وجوده وعدم وجوده. أنا ليس من الشرط عندي مبايعته أو أن أبايع هذا الإمام ولا أدخل الجنة إلا بمبايعة هذا الإمام. لو مت وما عرفتوش مش هتفرق معايا، ولو مت وعرفته مش هتفرق معايا. علم به لا ينفع وجهل به لا يضر. ده معتقدي. حضرتك معتقدك بتتولد كده بيحفظوك اسمه ولازم تبايعه. كيف؟ ركز في السؤال كده واستخدم العقل فعلا فإنه مجاني. كيف يلقب إمام زماني وهو ليس لزماني؟ وهل يوجد عندنا شخص يقول بأن هذا الإنسان مشرع؟ هل نقول بأن هذا الإمام المهدي يشرع؟ هو ليس بمشرع. ليس ايه فايدته كإمام يا فندم؟ اسمع ماذا يقول المفيد في الإرشاد. قول المفيد صادق ولا كذاب؟ يقول المفيد، افصل الصوت عندك شوية، اكتب الميكروفون، اكتب الميكروفون. يقول المفيد في كتاب الإرشاد في الجزء الثاني صفحة 345 ماذا يقول؟ يقول باب ما جاء من النص على إمام صاحب الزمان الثاني عشر من الأئمة صلوات الله عليهم. آسف، الصفحة اللي قبلها اللي احنا كنا بنقرا فيها. باب ما ذكر من الدلائل على إمامة القائم بالحق محمد بن الحسن. اسمع كده: على ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان، لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد، وحاجة كل من ذوي النقصان إلى مؤدب للجناه مقوم للعصاة رادع للغواه معلم للجهال منبه للغافلين محذر من الضلال مقيم للحدود منفذ للأحكام فاصل بين أهل الاختلاف ناصب للأمراء ساد للثغور حافظ للأموال. دور المهدي فين في كل ده يا فندم؟ إما المفيد كذاب أو حضرتك تقول لي بقى هل قام له دور من هذه الأدوار أم لا؟ فهمت كلامي؟ سمعتني؟ قلت لك ليس بمشرع، التشريع مختصاص القرآن والنبي. النبي صلى الله عليه وآله وقال كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. ما حكم من يقول أن المهدي مشرع يا فندم عندك؟ خلي أكمل هذا القرآن. ماشي يا فندم، ماشي يا أستاذ محمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. الإمام سواء كان علي بن أبي طالب أو الإمام المهدي هم شراح القرآن والسنة، ولا نستطيع أن نصل إلى القرآن والسنة إلا عن طريق الإمام. هم حفظت هذا الدين. طيب يا أستاذ، الإمام المهدي خلي أكمل يا أستاذ بس اهدى عليا بس كده عشان ما نتوهش من بعض. يا أستاذ بس أنا دلوقتي نقلت كلام المفيد، قلت لك هل قام دور من هذه الأدوار للمهدي أم أن المفيد كذاب؟ حضرتك ما جاوبتنيش. خلي أكمل كلامه وأن نجي للمفيد. خلي أكمل كلامه. اتفضل. المهدي وظيفته
كان هناك 4 هؤلاء نواب الإمام. جيد؟ هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية هو عند ظهوره يملأ الأرض قسطا وعدلا. بين هذه الفترة وهذه الفترة غيبة فرضها الله عليه. غيبة ماذا قال الإمام؟ قال فأما الحوال في هذه الفترة. مين اللي فرضها عليه؟ بس استنى يا عم الحاج بتقول الله فرض الغيب على المهدي؟ ما اسمع شلون؟ مين الذي فرض الغيب على المهدي؟ ما اسمعك زين. مين اللي فرض الغيب على المهدي؟ بتقول الله فرض عليه الغيبة؟ الله عز وجل. دليلك يا فندم، دليلك هات لي حديث يقول هذا. نعم، حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة قالوا أن لهذا الإمام غيبة. يا عم الله يصلح حالي، دليلك أن الله فرض عليه الغيبة. ركز، أنا عندي الإمام أبو عبد الله والحسن والرضا وجميع الأئمة قالوا غاب خوف من القتل. ما قالش إن الله فرض عليه الغيبة، ما قالش إن الله أمره بالغيبة، غيبته خوفا من القتل. جيد. اسألني لماذا الخوف من القتل؟ لا مش هسألك. لماذا الخوف؟ هذا الخوف مثل خوف رسول الله عندما خرج من مكة إلى مدينة وذهب إلى الغار يحتمي بالغار. ليش؟ لأن النبي عليه ملقاة مسؤولية الرسالة، عليه الحفاظ على نفسه. وكما هرب موسى منها خائفا يترقب، خرج موسى. هو استنى بس، الله يصلح حالي. المهدي يعلم متى يموت ولا يموت إلا اختيار منه. والنبي يعلم. لا أنا ما عنديش في ديني هذا، فلا تلزمني في ديني بما هو في دينك. أنا ما عنديش النبي يعلم متى يموت ولا يموت إلا باختيار منه، دي ما عنديش. تمام؟ عندي النبي يخير وقت الوفاة، ما يكونش عارف، يجي له الملك الموت كده ينزل عليه، تمام، أمرت بالقبض، يسأله يخيره. الأنبياء جميعا تخير وقت الوفاة فقط، فالنبي ما يكونش عارف انه هيموت ولا لا، بس يأتي ملك الموت في تلك اللحظة. انت عندك بقى لا يموت إلا باختيار منه، يعلم متى يموت. حضرتك بقى الله يصلح حالي، كيف يخاف وهو يعلم انه لا يستطيع انسان، اكتب الصوت عندك بس، لا يستطيع انسان ان يؤذي المهدي الا بما اراد المهدي. فازاي تقول لي اصل خاف كما خاف النبي وخاف نبي الله موسى؟ يعني عذر اقبح من ذنب عندك. وهو عارف ان ما حدش يقدر يقتله، عارف انه مش هيموت قبل نزول عيسى ابن مريم. عنده ازاي حضرتك تقول لي خاف وبعد كده تقول لي اصل الله امره؟ انتوا ليه بتحوروا كلامكم؟ ليه مش صراحه؟ قلت لك هات لي دليل ان الله هو الذي امره بالغيبه، ما جبتش دليل. يعني عندما يقول الامام الصادق هل هذا الامام غيبه ليس بامر الله؟ لا، لانه يخاف القتل. اثبت الصوت عندك وتعالى، الله يصلح حالك، لاني انا صدعت والله من الصوت. والله انا صدعت من الصوت عندك. حيا الله ابو مازن. ابو احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا طيب. الله يبارك فيك. متابعه يا احبه للحساب، وارفعوا عني الكتم. في ناس كتبت لي السلام وكده ما عرفتش ارد. مين اللي مكاتمني؟ عشان بس ممكن كانش الشيعي بس كده. ابو مازن جزاك الله كل خير. شاركوا البث يا احبه فضلا وليس امرا. انا مش عارف انا اللي يعني طالع بيتكلم في صوت. اتصل بيا على التليفونات الظاهره على الشاشه. اللي بعده اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. نعم اشرف. ما انت قاعد وسامع الحوار يا فندم. شيعي ولا سني حضرتك؟ شيعي. عندك رد على ما كنا نطرح الان؟ ولكنك لم توثق رواية النبي عن ان المهدي اسمه اسمي. حاضر، ما انا ماشي، انا موثقت يا عم. ماشي انا ما وثقتش، مع ان الناس شافت على الشاشه دلوقتي يا فندم. عندك رد على موضوعنا ولا ما عندكش رد؟
لماذا هربت؟ قبل قليل كنت عندك كالزوج. طلعنا الحديث بتصحيح العالم ويقول لي لم توثق. داخل يهرج في المهرج. بس لماذا هربت؟ اقتديت بالمهدي يا فندم فهربت. فالهروب هنا محمودا ام مذموما يا ايها الشيعي؟ عندما اخذت قدوتي المهدي الهارب من 1200 سنة، هل اكون هروبي هنا محمودا ام مذموما؟ مباشر والله يا فندم، والله العظيم مباشر وكاتبين التاريخ يا فندم. اتفضل من معايا، اتفضل اتفضل. الو اشرف لا ايوه عارفك انك انت حيدر على طول. الله المستعان. حي الله الاحبه الكرام جميعا. شاركوا البث يا احبه فضلا وليس امرا. تحس ان احنا بنتكلم مع كائنات فضائيه. والله العظيم. يعني كان الفضائي في نشوفه في الافلام ساعات بيفهم وبيسيب الارض بقى في حالها ويطلع السما تاني لكن دول كائنات فضائيه عايشه تحت الارض. السلام عليكم. الو اشرف وياك حيدر لا تسده. حاضر يا حيدر، اتكلم براحتك في الدولي يا حيدر وانا فاتح عليك ومحدش هيسمعك. بتصل دولي. الظاهر القبض عالي اليومين دول يا حيدر اتصل دولي يا ابن الايه. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ما رأيك بإعادة مناظرة على المهدوي الشيخ اللي بعده؟ اتفضل. الله حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل من معايا. العين وياك القصاب. مين؟ القصاب. شيعي؟ ما تعرف تقرأ؟ اي نعم 12. عندك رد على سؤالنا؟ جيد. أنا فقط استفسار واحد، من علماء الشيعة قال إذا غاب المحدث اللي هو الإمام بطل الدين؟ من؟ طب ما تيجي تقرا كده كلام المفيد وتقول لي فهمت منه ايه ممكن؟ جيد. واحنا عندنا قاعدة لكل إمام زمان، خلاص. لا اقرا بس الكلام بتاعه كده، قائم للدين، حافظ للشرع، معلم للناس. أنا أعلم ما الذي معلش من هو إمام الزمان الذي أدب الناس في هذا الوقت؟ جيد. اتفضل قول لي كده. ما روي عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن لكل إمام زمان. أيوه. حسب ما معنى إمام زمان يا فندم؟ ما معنى إمام زمان؟ لماذا تقاطع؟ ما أنا عايز أفهم ما معنى إمام زمان بالنسبة لك. يلا لا تقاطعني، خل أفهمك. فهمني يا فندم، اتفضل. كل إمام لكل زمان إمام، الله يختص الإمام بهذا الزمان. في زمن الإمام المهدي وجد الله أن للإمام أن تكون الغيبة. فإذا غاب المحدث هل بطل الدين؟ يعني لو لم يجد هناك مشرع هل بطل الدين؟ ما معنى إمام زمان برضو بعد إذن حضرتك؟ ما سمعتش، قلت لي هجاوبك وما جاوبتنيش. إمام الزمان يعني مثلا الله يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إني جعل في الأرض خليفة. في كل زمان لابد أن يكون هناك خليفة. أيوه، ما معنى دوره بقى؟ هذا جعل من الله. إيش دور الخليفة في الزمن؟ جيد. الخليفة الذي منصب من الله عز وجل. دوره إيه يا فندم؟ يعني إيه دوره؟ ورسول. وأنا أجبتك لكل إمام دور فقط. أيوه دوره الإمام خليفة ده دوره إيه؟ إمام الزمان ده دوره إيه؟ نعم. جيد. يعني أنا دلوقتي مثلا عشان تفهم بس والناس تفهم. يعلم الناس. أنا من سنة 1900 يا فندم من سنة 1900 مثلا لسنة 1900 و100 تمام؟ ال 100 سنة دول
مثلا اللي عاش فيهم امام الزمان عاش 100 سنه او عاش مع قوم في زمان ال 100 سنه اللي عاش فيهم مع قوم، مثلا قوم اشرف، قوم حضرتك، قوم فلان، ايش دوره في خلال ال 100 سنه دول مع الناس؟ جيد جيد جيد. الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف الله ما كلمتش عن المهدي يا فندم، بتكلم عن امام الزمان دلوقتي، ايش دوره في ال 100 سنه يكون؟ تقصد من؟ اي امام زمان عندك ايش دوره يكون في ال 100 سنه؟ انا عندي هاي عندنا الروايات التي جاءت عن الائمه. يا عم انا بكلمك دلوقتي في امام الزمان، ايش دوره في يا عزيزي يا عم الحاج، انت مركز ولا مش مركز؟ يعلم الناس الاحكام، يعلم الناس الاحكام. احسن. يعلم الناس الاحكام. اذا ما فائده المهدي وكيف يكون امام زمان ولم يعلم حكم واحد؟ جيد، ولا بس لا تقاطعني، لا تقاطعني. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كان قبله أئمة نقلوا الدين، فحينما بدأت الغيبة الكبرى للإمام تركنا إلى رواة الحديث. هل يجوز أن الأخذ من الإمام الصامت في وجود الإمام الناطق؟ بمعنى بس عيد السؤال ما فهمتك. هل يجوز أن نأخذ من الإمام الصامت؟ والله ما فهمتك. في ظل اسمعني في ظل وجود قاسم بالله صارت قطع. طبعا قلت لك حاجة؟ تفضل. وأنا قلت لك حاجة؟ شنو؟ أنا قلت لك حاجة بتقولي ما سمعتكش بكرر عليك. هل يجوز الأخذ من الإمام الصامت في ظل وجود الإمام الناطق؟ من هو الإمام الصامت؟ اللي سبقوا المهدي دول كلهم صامتين حاليا. من قال ان الامام المهدي صامت؟ من قال؟ انا قلتش الامام المهدي صامت؟ من قال؟ انا شوف بقول لك في ظل وجود الناطق. الان انت قلت في ظل وجود الناطق هل يجوز اخذ الدين من الصامت؟ لا يجوز. اذا خلاص بطل الاستدلال باننا ناخذ من السابقين في ظل وجود الناطق. شكرا لحضرتك. فبقول لك ما هو دوره الذي لا عندك مغالطه. لا انا اللي عندي مغالطه، مش انت لسه بتقول لا يجوز؟ جنابك الكريم يا استاذ بعد اذنك، مش انت لسه بتقول لا يجوز؟ الان اسمعني، انتبه من فضلك، الاستاذ يعود الى الخلف. تفضل. الامام المهدي اسمعني يا عزيزي، اسمعني يا عزيزي. الامام المهدي حينما بدات بالغيبه الصغرى تركنا للسفراء الاربعه، بعد ذلك تركنا للفقهاء. كيف يكون صامت؟ فين تركنا الفقهاء دي؟ احكام شرعيه هذه. اين تركنا الفقهاء يا فندم؟ نعم تجدون فيه العالميه فعلى العوام ان يقلدوه. فين ده؟ فين يا فندم؟ فين ده كان؟ فين السند بتاع التوقيع ده يا فندم؟ نعم هذا في ديني تقليدا للفقهاء. تقليدا للفقهاء. ده سند اقرا ان شاء الله. ده سند ضعيف يا فندم. سند ضعيف يا فندم. نعم سندها ضعيف يا فندم. نعم سندها ضعيف. جيد. الفقهاء ياخذون من المعصوم، وجب علي طاعه الفقيه. طب وانا اخذ من النبي وجب علي، هل علي ضرر ان انا اخذ من النبي بما انني اخذ من المصدر الاول؟ جيد. وهل عندك النبي معصوم عصمه مطلقه؟ انا ما بتكلمش في العصمه دلوقتي، شوف ما تلعبش معايا. قلت دلوقتي الدور للفقهاء ومن احاديث الائمه السابقين. انت اللي بتلعب دلوقتي، انت اللي اخراج عايز تخرج من الحاره. هل يجوز دي الاخذ من النبي المصدر الاول؟ نعم او لا؟ ما تلفش الدور مع اشرف غريب ابدا. نعم يجوز. اذا دينك بطل. الاستدلال بوجود 11 امام لم ينفعوا الامه بشيء، لاننا ناخذ من المصدر الاول وانتم تاخذون من ميت عن ميت عن ميت عن ميت، فليس هناك امام زمان ولا بطيخ. انتهى كده. شكرا لك يا فندم. شكرا لك يا فندم. الموضوع مش محتاج يا فندم. خلاص احنا اهل السنه المخالفين للرافضه ناخذ من المصدر الاول المعلم للكل. وانت قلت يجوز. تمام. طيب وانتوا بتقولوا ناخذ عن الميتين من الائمه، احنا بناخذ بقى من المصدر الذي علم الائمه. بكلامك كده بطلت نظريه امام الزمان، لان لو نظريه امام الزمان قائمه في قول المفيد قال لك امام معصوم يعلم الناس يؤدب الناس يفتي بالاحكام يقيم الحلال يقيم الحرام، وهذا لم يفعله المهدي قط. التوقيع اللي بيستدل بيه اصلا توقيع ضعيف سندا في الفكر الشيعي، ولم يستطيع الشيعة تصحيح هذا التوقيع الى الان.
ممتاز. وفي نفس التوقيع ده المصيبة الكبرى ان المهدي قال لهم انتم في حل من الخمس. تخيلوا اخواننا الاحبة، يعني المفروض الشيعة لا تدفع الخمس، لا خمس المراجع ولا خمس الامام الا في حال الظهور. ودي وضحناها اخواننا الاحبة في توقيع المهدي في حلقاتنا المهدي بين مرويات السنة. فاكرين الحلقات الكبيرة سلسلة المهدي اللي كانت 28 حلقة تقريبا من سنتين. فسبحان الله، يعني احنا بنطلب من الشيعة ايه؟ الاستفاقة شوية. يعني والله انا بطلب منكم الاستفاقة، وبلاش حتة يعني ايه تطلع من لعبة للعبة. خلاص انت سألتك في نقطة مفصلية ما تحاولش تخرج منها معايا انا بالذات، لحسن تكون فاكرنا احنا شعرنا شفح وراكم. عايز تاخدني يمين 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 في شمال مرة واحدة؟ لا يا عم الحاج مش انا. اصل المهدي ليس لزماننا، يبقى اذا هو ليس امام زماني طالما ليس لزماننا. على العموم الى هنا اخواننا الاحبة تنتهي حلقتنا اليوم. بارك الله فيكم، وان شاء الله انتظرونا غدا في نفس الموعد 9:30 مساء بتوقيت مكة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي عام الشعب الحق. ارجو ان تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. وشوفوا اخواننا الاحبة، ودين الشيعة هو دين التناقضات في كل شيء. هو الشيعة بيحاول بس يدافع باستماتة عن فكرة ابليسية وليست فكرة حقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.